على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب يا باب الرحمة ونجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ألم تر أنا كل يوم إلى الثرى نشيع مولودا مضى عنه والد، وحسبك بالأشراف من آل هاشم فقد أقفرت أبياتهم والمعاهد. وأعظم أحداث الزمان بلية بكتها الصخور الصم وهي جلامد. أيمسي حسين بالطفوف مؤرقا وطرفي ريان من النوم راقد، ويمسي صريعا بالعراء على الثرى، وتوضع لي فوق الحواشي الوسائد. ولم أر يوما سيم خسفا به الهدى فهدت به أركانه والقواعد، كيوم حسين والنساء حواسر. كيوم حسين والنساء حواسر. على قتب تطوى بهن الفدافد، وتضرب قسرا بالسياط متونها، وتسلب أقراط لها وقلائد، وهي ترى رأس المولى أبي عبد الله على رأس رمح طويل. ناداها من فوق الرمح
الله يرعاك. صبري يا خيتي وسلمي أمرك المولى، راسي على راس الرموح هل رايح وياك يبرى العايلة ويرعى اللي يطيحون. يا اختي استعدي للهضم والهضم قدام، لازم يدخلوكم سبايا طاغي الشر، ولازم تسمعين المسبب مجلس العام، وهناك تلقين الشمات ألوان وفنون. يا اختي ولو شفتي الحجر صكني دا صبري، وشفتي عصاه يزيد تلعب فوق ثغري، صاحت عسى لا بقى ذاك اليوم عمري، صاحت عسى لا بقى ذاك اليوم عمري، ولا اشوف بين اهل الغدور خويا يتشفون. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. توجد مجالس تشكل خطرا على الإنسان من ناحية عقائدية ومن ناحية سلوكية أخلاقية. وقبل أن نتعرف على هذه المجالس لا بد أن نعرف أن الإنسان ليس حرا في كل شيء، وخاصة من يتقيد بقانون يسمى قانون الإسلام، ما إلى حق بعد وهو مسلم يقول أنا حر أصنع ما أشاء. أنت حينما تسجل في شركة تأمين أو في شركة أخرى هناك ضوابط، هناك قيود، هناك شروط. فبمجرد تسجل بهذه الشركة وهذه القيود توقع عليها حتى تعطى راتب شهري مرتب معين، لابد أن تلتزم بجميع الشروط، وليس لك الحق أن تخدش بشرط واحد من هذه الشروط وتقول أنا حر. لا، أنت مو حر. حر قبل أن تسجل في هذه الشركة، قبل أن تلتزم بقيود وشروط هذه المؤسسة، قبل أن توقع، قبل أن تعاهد.
وهكذا أيضا الإسلام، أنت بمجرد أن تقول أنك مسلم، الإسلام شنو؟ أكو قواعد هامة تسمى بالعقائد، تسمى بالمبادئ، هناك أمور أركان، هناك أمور فروع لابد أن تلتزم بها. فإذا لم تلتزم لا تقول أنا مسلم، قل أنا حر أصنع ما شئت، ولكن لا تقول أنا حر وأنا مسلم في ذات الوقت. نعم، هؤلاء الذين يدعون الحرية يخالفون أنفسهم بأنفسهم، كل دولة إلها قوانين معينة، وهؤلاء الذين يدعون الحرية يلتزمون بقوانين تلك الدول، وإلا سجنوا أو قتلوا أو أعدموا. بس يجي يعتبر الإسلام جدار هبيط ويقول أنا على كيفي أصنع ما أشاء. لا، بمجرد أن تقول أنك مسلم عليك أن تلتزم بالعقائد، عليك أن ماذا؟ لا تجعل لعينك الحرية المطلقة أن تنظر بها ما تشاء، أن تجعل لسمعك الحرية فتسمع ما تشاء، أن تجعل ليدك الحرية فتبطش وتصنع بها ما تشاء، وإلا أخرج عن دائرة الإسلام. عينا المجالس هكذا، أنت لست حرا أن تجلس في أي مجلس، لا، هناك مجالس حددها لك الدين، نعم، وهناك مجالس حددها على عكس المجالس الأولى. المجالس الأولى قال لك تفضل اجلس بها، وهناك مجالس لا يحق لك أن تجلس فيها. تقول أنا حر، لا، اطلع عن الإسلام وقول أنا حر، اطلع عن قوانين الدين وقول أنا حر. إذن هناك مجالس، نعم، لا يحق لواحد منا أن يجلس فيها. يقول يوم أجلس هنا ويوم أجلس هنا، أختار على كيفي. لا يا عمي، مو على كيفك تجلس أي مجلس، إلا مثل ما قلنا تخرج من دائرة الدين. زين، والأمر المهم الآية الكريمة لما تقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. إيش معنى ذلك؟ الآية تعتبر أن المشاركة في هذه الجلسة والمشاركة في هذا المجلس الممنوع، حتى وإن لم تتلفظ، حتى لو لم تشارك بلسانك، بيدك، بعينك، بسمعك، بقلمك، أنت شريك مع هؤلاء. نعم، يعني لا فرق بينك وبين هؤلاء. هؤلاء أقطاب ضلال، وأنت جاي جلست بس تسمع، نعم، أو جلست حتى لو ماذا؟ لو صممت سمعك، حطيت بأذنك قطن وجلست وياهم، أنت شريك معهم، كثرت عددهم. هذه الآية. فلا تقعدوا، ما قال لا تستمعوا، فلا تقعدوا. نفس الجلوس في هذه المجالس محرم، فلا تقعدوا. تأمل في القرآن، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن الجالس شريك مع هؤلاء. بعد جعل الله عز وجل عاقبة الجالسين نفس عاقبة هؤلاء الضالين المضلين، نفسها، مع أنه هذا جالس لكن يحمل نفس الوزر الذي يحمله أهل الضلال وأهل الاستهزاء وأهل الكفر. زين، النتيجة وين؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الكافرين ذولا اللي يستهزئون بآيات الله، يكفرون بآيات الله. المنافق من هو؟ هو الجالس، اللي جالس ما حرك ساكن ولا استمع، نعم،
ولا وقع ولا سوى شيء، مجرد جلوسه في هذا المجلس يعده القرآن يعتبره شنو؟ منافق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن من خلال هذه المقدمة عرفنا خطورة الجلوس، خطورة القعود في تلك المجالس، حتى ما يبرر الواحد يقول أنا ما سويت شيء، بس أنا جالس، أنا بس جالس. لا ينفعك هذا التبرير. نأتي إلى هذه المجالس، فقط نقتصر على نوعين من هذه المجالس التي لا يجوز المشاركة فيها ولو بالقعود والجلوس. أما النوع الأول من المجالس هي المجالس التي تشكل خطرا على السلوك وعلى الأخلاق. زين، من تلك المجالس التي تشكل خطرا على الأخلاق وعلى التربية وعلى السلوك، نعوذ بالله، هي مجالس الشراب المحرم. تقول يصير، يصير. افرض واحد طلع في أي مكان في أي بلد، راح، نعم، مجرد جلوس على مائدة يقدم فيها مو الطعام المحرم، خصوص الشراب المحرم، يعني الخمر أو المسكر، مو بس الخمر، لأنهم بعد الفقاع خمر استصغره الناس، الفقاع خمر استصغره الناس، نعم، ففيه سكر ولكن لا يظهر هذا السكر، ما يبين، مثل سكر الخمر والعياذ بالله. الفقهاء شو يقولون؟ يقولون الجلوس على ثلاثة ماذا؟ أنماط. نمط أول، مساكم الله بالخير والعافية، نمط أول شنو هو؟ أن يجلس، نعم، يجلس ويأكل. طبعا ما نقول أنه يشرب الخمر قطعا، هذا بعد واضح، لكن هو مجرد الجلوس، أنا جالس وهذا صاحبي، نعم، اللي احنا مبتعثين مثلا أو رايح إلى بلد، وهذا شريكي وهذا يشرب، يحلل هذا الأمر، سواء مسلم أو غير مسلم، يحلل شرب الخمر، وجالس وياي على طاولة، زميلي صديقي في سفرتي، أنا لن أشرب، هو يشرب، بس أنا آكل، نعم، وقدم له شراب محرم. الجلوس على هذه الطاولة وعلى هذه المائدة محرم. يقول أنا آكل حلال، ما علي منه، ذنب على جنبه. لا، لا يجوز. مجرد الجلوس على المائدة الواحدة غير جائز. أنت ليس حرا أن تجلس أي مجلس شئت، لا بد تشوف لك طاولة ثانية وتأخذ صحنك وتأكل هناك، تقعد على الأرض، تقعد على الكنب، لا تقعد على الطاولة، أو هو هذا يروح إلى مكان آخر، يلا يجوز لك تجلس على هذه المائدة. لاحظ، هذا النمط الأول. إذا النمط الأول مائدة عليها خمر وعليها طعام، وأنا سوف أأكل الطعام ولن أشرب، لا يجوز الجلوس، مجرد الجلوس لا يجوز. النمط الثاني ماذا؟ هو أن لا يكون هناك طعام، ما رايح يعني، بس أنا جالس عندي ماء وأشرب، أو حتى ماء ما أكو، ولكن هناك شراب مسكر أو خمر، نعم، لشخص ما، سواء الطاولة كبيرة من هنا إلى آخر الجدار وموجود عليها ما شاء الله 20 نفر 50 نفر، وأكو واحد هناك يشرب الخمر. إذن المائدة واحدة، يقول أنا جلست على مائدة، نعم، أفرض ليس عليها طعام،
فقط شرب ماء، وواحد من الأشخاص أمامه ماذا؟ شراب حرام، أيضا لا يجوز الجلوس على الأحوط وجوبا. النمط الأول شنو؟ فتوى. النمط الثاني على الأحوط وجوبا. النمط الثالث هو أن تجلس في مكان، نعم، وليس في مائدة. لا هناك طاولة وهذه طاولة، أنا جالس هنا وذاك جالس هناك على طاولة، زين، تلك الطاولة عليها الشراب المحرم وهذه الطاولة ما عليها شراب محرم. هل يجوز؟ نعم يجوز، وإن كان المجلس واحد، المطعم واحد، يجوز الجلوس. ولكن افرض واحد مر وشافك، ألست تعرض نفسك للتهمة؟ ورحم الله من جب التهمة عن نفسه. فيكون أنت لا تجلس حتى بهالمكان، بهالمطعم، اطلع شوف لك مكان ثاني، نعم، دور ثاني، دور ثالث، مكان آخر بالسيارة. إذن هذا المجلس الذي يشتمل على ماذا؟ على الخمر أو على المسكر تبين حكمه، مو على كيف الواحد يقول أهم شيء أنا ما أشرب، زين، ما علي من هذا فلان، ما دمت في طاولة واحدة، مائدة واحدة، لا يجوز مجرد الجلوس على هذه الطاولة وعلى هذه المائدة. المجلس الثاني الذي يفسد أيضا الأخلاق هي ماذا؟ أو مجلس الغناء. مجلس الغناء، وهذا مو على أنه طاولة، لا، إذا كان مكان واحد عرفان وفيه غناء وفيه لهو محرم، فيه رقص محرم، لا يجوز لك. افرض ذاك صاحب مذهب آخر يجوز بكيفه، لكن أنت ما هو حكمك؟ ما دام غناء محرم لا يجوز التواجد فيه. زين، التواجد ما يجوز ولا الاستماع ما يجوز. هالنوبانة قاعد على الكنب، ما عليه منهم ذولا قاعدين يطبلون وعندهم الدفوف والطبول والمزامير والموسيقى وغيره، أنا جالس هناك، هل يجوز؟ الفقهاء يقولون، سيد الخوي يصرح يقول لا يجوز الجلوس في تلك المجالس. وسئل، قالوا له اكو بعض ارحامنا يتزوجون ويسوون هالمخالفه، وانا رايح بس ابارك، متباركين اصف سره اسلم عليه، نعم، ومع السلامه، هل يجوز؟ قال لا يجوز الدخول في ذلك المجلس. قالوا للسيد السيستاني الله يحفظه بأنه إذا كان أقارب يعني يمكن يصير شنو يعني تفرق، دعوة فلان ما إجا، فلان ما جبارك، وهذا الولد الوحيد لي أو البنت الوحيدة إلي، نعم يجوز. قال إن كان يستطيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول يا جماعة هذا ما يجوز. يوقف على الباب يقول إذا تريدوني، إذا أنا محبوب عندكم ومهم أني أحضر، نعم، وقفوا شوية، أنا بدخل وببارك بكيفكم بعدين. وهالشكل البعض فعلا يصنع ذلك، يقول أنا هذا موجود، جاي متعني بسيارتي هالمسافة قاطعها علشان أبارك لكم. هالشكل إكرامنا على بالك بدسم، إكرامنا بلقمة عيش، إكرامنا شنو أهلا ومرحبا، إكرامي أن لا تصنع شيئا حرمه الشارع. لا تذلني، أنت قاعد تذلني لما تقول لي تفضل وترسل لي رسالة وتشرفنا. شنو أشرفك؟ شنو أشرفك وأنت جاي تسوي أشياء مخالفة للشرع؟ إذن حتى لو كان من الأرحام والأصدقاء يقول نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بس من هو يقدر عليها هذه؟ يخاف على الزعل، يتحمل زعل الله وما يتحمل زعل
صديقه أو ابن عمه. هذا عجيب عجيب. نعم، الله ساخط، ما عليه، الله غفور رحيم، هي ليلة، هي ساعة، هي دقائق، بس أروح وأجي. نعم، هذه من المجالس ماذا؟ التي لست حرا أن تكون فيها. ليش؟ لأن الله حرم الغناء في كتابه. نعم، بعض الأحيان أكو بعض التصرفات من بعض المتزوجين، يجيبون فرقة، والفرق الله يحفظ أصحابها، ذولا بعضهم شوية يريدون، نعم، شوية يريدون مثل ما يقولون يبينون يعني قدراتهم وفنياتهم، ويأخذ لك هذه السماعة ويلصقها بفمه ويطبطب يطبطب. أنا ما أقدر أمثل على هالطبطب هذا، زين، يطبطب، وكأن يعني اللي يدخل برا يقول هذا طبل، ولا لا يا جماعة؟ كأنما طبل تماما، على قيلتهم من أول يسمونه مرواس. زين، الطقة هي الطقة. زين، هذا الجوز لا يا عزيزي، مو دائما الجوز. إذا كانت تمثل نفس النغمة ونفس الأداء مشكل. لذلك شبابنا ينتبهون. نعم، أنت مو جاي تغني، أنت جاي تذكر أهل البيت عليهم السلام، تمدح أهل البيت، وإذا هالطبطبة هذه على شنو؟ ليش؟ نعم، بالتالي هذا الأمر وبعض التصرفات إذا كانت في بعض المجالس يشكل الدخول فيها. زين، هذا المجلس الثاني الذي يؤثر على الأخلاق سلبا، يؤثر على التربية سلبا، وهذا أكثر ما يكون في النساء تشوف، يعني أنت تدخل إلى الاستراحة غالبا تشوف لها أمور طيبة يعني، وتدخل وأناشيد وجلوات، لكن قبل ما تدخل هناك مجلس تسمع به ما تسمع، مجلس النساء. زين، وينكم يا أزواج؟ وينكم يا آباء؟ وينكم التصرف والمقود مثل ما يقولون، والدركسون بإيد الزوجة بيد الأم؟ هذا مشكلة. وينك أنت؟ وين شواربك؟ وين لحيتك؟ وين قوتك؟ أي، هذه من المجالس اللي يشكل الحضور فيها. زين، المجلس الثالث اللي يشكل خطرا أيضا على الأخلاق وعلى التربية وعلى السلوك، ماذا؟ هي مجالس الغيبة والعياذ بالله. مجالس الغيبة هذه سهلة ويا مكثرها، حتى لو 3 جالسين 2 جالسين، نعم، ما تطيب جلستهم إلا لازم يأكلون لحم فلان أو فلان أو علان. فإذا أنت حاضر وقد اغتيب مؤمن أو اغتيبت مؤمنة، يحرم الجلوس في هذا المجلس. عليك أن تنهى عن هذا المنكر. البعض يستسهل الغيبة، والغيبة كما تقول بعض الروايات، نعم، كالزنا أو أشد منه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ زين، فالغيبة مشكل. فإذا أنت استطعت أن تنكر هذا المنكر بها، ما استطعت، عليك أن تخرج، تغير مكانك، لا تستمع لهذه الغيبة. لا تقول والله أنا شو أسوي، ما أقدر أسوي حاجة، لكن سمعت يقولون وقالوا في فلان، أنت شريك معهم في الإثم. لا تقول أنا حر. نكتفي بهذه المجالس التي تشكل خطرا على الأخلاق وعلى السلوك والتربية. نجي إلى النوع الثاني من المجالس، وأذكر لك فقط ماذا؟ صنفين منها. الصنف الأول الذي طبعا هذه المجالس اللي تأثر على المعتقد، هذا النمط الثاني أو الصنف الثاني اللي مو يأثر بس على الأخلاق، لا، على المعتقد، على المبدأ. والواحد على قيلتنا شخانته بدون عقيدة، وإذا عقيدته شنه فيها خلل،
ما يهتم بالعقيدة، ما يهتم بالمبدأ، ويجلس أي مجلس علشان لا يزعل فلان ولا يزعل فلان ولا يزعل فلان. المجالس نعم التي تؤثر على العقيدة وتشكل خطرا على المعتقد لا يجوز الجلوس فيها، لا يجوز الجلوس أو المشاركة بالكلام. الجلوس القرآن يقول فلا تقعدوا معهم، وهذا الذي عناه القرآن بقوله تعالى ماذا؟ فلا تقعدوا معهم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا، ما قال فلا تشاركوا، فلا تتكلموا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. غيروا كلامكم أنا أقعد، ما تغيرون كلامكم أنا أمشي. يجب عليك أن تتحرك. يزعل فلان خليه يزعل، نعم يعرف الحق باشر، إذا الله يريد به المحبة والهداية يعرف الحق. لابد أن ماذا؟ ترتب موقف. لو كل واحد منا يرتب في المجالس اللي بها خربطة عقائدية، بها كلام على العقائد، على القرآن، على العصمة، على أهل البيت، على المراجع، زين، لو كل واحد منا يشكل موقف، فلان خلاص يسكت وفلان يسكت وفلان يسكت. لكن إذا أنا جيت وجلست وفلان إجا وجلس وفلان إجا وجلس وأهلا ومرحبا، لا، كثرت هذه المجالس وأصبح الملتزمون بالدين لا كلمة لهم. اسكت خلاص، الكلمة لنا اليوم وليس لك. اسمع ما يشكل ماذا وما يهدد الخطر على العقائد، فيما إذا واحد يتكلم في الله عز وجل يصفه بصفات غير لائقة، يصف الدين صفات بصفات غير لائقة، بحيث اللي يسمع يقول ما أدري هذا ملحد. هو مو ملحد، لكن عنده شبهات قاعد يذبها على الدين. نعم، وبعض شبابنا ما يفهم هالأمور هذه، فعليك أن تخرج من هذا المجلس. ومن ضمن ذلك تلك ماذا؟ المقاطع المرئية أو المسموعة التي تبث وتغير عقيدتك. وين معتقدك في أمير المؤمنين تغير بسبب كم من مقطع إجا من فلان ومن فلان ومن فلان. وين مقام أهل البيت الرفيع اللي كان عندك تحمله وأنت شباب الآن شو اللي صار؟ قال لا صراحة كل الخطباء الظاهر قاصين علينا وكذا. عجيب، بسبب هالمقطع والمقطعين تغيرت. الجلوس في هذه المجالس، استماع هذه المقاطع غير جائز. يقول الإمام الرضا عليه السلام لرجل اسمه محمد بن عاصم، يقول له رأيتك تجلس أو سمعت أنك تجلس عند الواقفة. الواقفة تعرفوهم، اللي وقفوا في إمامة الإمام الكاظم بس لا يعترفون بالرضا ومن بعده. سمعت أنك تجلس معهم. قال إيه أجلس وياهم، بس أنا مخالف لهم، ترى أنا وياكم يا أهل البيت، أنا وياكم لا تخاف سيدي. نعم أنا بس أجلس وياهم وأنا مخالف لهم. إيش قال للإمام؟ ما قال إيه انتبه لا يأثرون عليك، اجلس بس لا يكون تصير وياهم، ما دمت مخالف لهم لا بأس. لا، إيش قال للإمام؟ قال له لا تقعد معهم، أما سمعت قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. يقول القعود معهم حرام. لا تبرر بأنك أنا مخالفهم وأنا مو وياهم وأنا مو مع فكرهم، ما يشفع لك هذا. لا تجلس معهم، لأن جلوسك معهم تأييد لهم، وخاصة إذا كاميرا وصور يقولون شوفوا فلان في المجلس الفلاني قاعد مع فلان وفلان، أثاني وياهم، أنت مو وياهم بس جالس وياهم، فقد وضعت موضع التهمة، ومضافا إلى ذلك ارتكبت الحرام. ويقول الإمام العسكري عليه السلام لرجل، نعم، قال له أنا رأيتك، يقول للإمام رأيتك تجلس
عبد الرحمن بن فلان. قال لي هذا خالي وصلت رحم، أروح له وأجي له. قال لا تقعد معه، إنه يصف الله بصفات لا تليق به، يعني رجل من أهل الضلال، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس هو من أهل الضلال، لا تقعد وياه. ايش قال له هذا الرجل؟ قال له وأي شيء علي منه؟ أنا ما علي منه، أخلي يقول اللي يقول، أنا ما أتأثر الحمد لله، عقيدتي ثابتة وراسخة. ايش قال له الإمام؟ قال له أذكرك بواحد كان على عهد النبي موسى عليه السلام، نعم، هذا أبوه من أصحاب فرعون وهو من أصحاب موسى، رجال والنعم منه شباب زين، وقوم فرعون وخيول فرعون أدركت قوم موسى وصار على الشاطئ. هذا خاف على أبوه، النبي موسى قال لا تروح حق أبوك، لا تروح. هذا قال لا يمكن يهتدي، أروح له يمكن كلمة تأثر بي. راح فانطبق البحر عليهما معا، ذاك في النار وهذا في الجنة، بس غرق ولا ما غرق؟ شمله العذاب الدنيوي ولا لا؟ مات ولا ما مات؟ فيقول له أنت لما تصير، يقول له الإمام العسكري، لما تصير أنت في مجلس، هذا المجلس وإن لم يكن فكرك مع فكرهم، إلا أنه المصيبة إذا جاءت عمتكم جميعا. إذا نزل بلاء من السماء انهدمت الغرفة عليكم، نعم، جاء عذاب يشملك مثل ما يشمله. لذلك الإمام ايش قال؟ لذلك الشاب اللي على عهد النبي موسى رحمه الله ذاك مرحوم، لأن قصده شنو؟ قصده يهدي أبوه. فكيف بمن لم يكن له قصد في هداية، إنما بس يعني عشان يشرب شاي وخوش قهوة ومعسل وجلسة خوش جلسة، شن منفعتك هذه؟ ومن المجالس التي نعم يحرم الجلوس فيها هي المجالس التي ماذا يستهزأ فيها بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو لا اعتبار بأهل البيت. ذكر أهل البيت فيها رث يعني قديم، يعني عتيق، يعني ما حد يمدح أهل البيت. وذكر أعدائهم جديد، يترضى على أعداء أهل البيت في تلك المجالس. هذه المجالس اللي تقول الرواية، أقرأ لك نص الرواية، نعم، أن المجالس ثلاثة مجالس يمقتها الله عز وجل، نعم، ويرسل نقمته على أهلها فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم. شنهي؟ قال مجلسا فيه يصف لسانه كذبا في فتيا، يعني فيهم واحد يفتي بغير علم، هذا لا تجلس، لا تأيده، مجرد الجلوس لا تجلس. بعد ومجلسا ذكر أعدائنا فيه جديد وذكرنا فيه رث، وهذا الذي ذكرناه. ومجلسا فيه يصد عنا وأنت تعلم، يصد عن أهل البيت. لا تسمع هذا الحديث، ما عليك، هذا الحديث خرافة، هذا الحديث خربوطة، هذا الحديث كذب. من أنت حتى تقول خربوطة أو كذب أو موضوع؟ من أنت؟ أنت من أهل العلم؟ سألت المراجع، سألت العلماء، أو قاعد تضعف وتقوي على كيفك؟ فهذه المجالس لا يجوز الجلوس فيها. ومن أبرز مصاديق تلك، نعم، المجالس التي لا يجوز الجلوس فيها أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وآله، أن ينال من أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت، يعني يسب رسول الله صلى الله عليه وآله. تروا هذا من الأسباب اللي خلت، نعم، زيد ابن الإمام السجاد عليه السلام يقوم بتلك الثورة. مثل هالأيام هذا استشهد، نعم، من ضمن أهم الأسباب أنه جالس في مجلس هشام بن عبد الملك، هو مرسل عليه، هو مرسل، مو يعني رايح والله يتقهوى، لا، إنما هو أرسل عليه، فجاء وجلس. أكو واحد إجا، نعم، وأكرمه هشام، أكرم هذا الرجل،
هذا الرجل سمعه زيد يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتفت زيد وقال: اسكت، أخذ الله قلبك، والله لو كان بيدي لأخذت روحك ونزعتها من جسدك. التفت هشام قال: يا زيد، اسكت عن جليسنا، هذا جليسنا محترم، ضيفنا هذا، شلون ضيفك محترم يسب رسول الله؟ ثم قال: والله لو لم يكن معي إلا ابني يحيى ابن زيد لقمت بسيفي ضد هؤلاء. وقام رضوان الله عليه، نعم، وبإذن من الإمام الصادق عليه السلام، واستشهد. وما الذي صنع بزيد لما أصيب بالسهم واقتلع السهم؟ قالوا له: هذا السهم اللي أصابك في جبينك إذا نزعناه تموت. قال: والله الموت أهون علي مما أشعر به من الآلام. فنزع واستشهد. بعد ذلك بالليل أخذوا أصحابه، وين يدفنونه؟ يعرفون بني أمية شو يسوون بجسده، نعم. فايش سووا؟ شافوا هناك مشروب على قيلتنا ما يمشي، وقفوا بالأخشاب والطين والأحجار ودفنوه في نفس المكان مثل النهر، دفنوه تحت، وبعد ذلك أجروا عليه الماء. أثاري واحد يطالعهم، نعم، وأخبر السلطة، وجاءوا من الصباح وأوقفوا الماء ونبشوا قبره واستخرجوا جسده، وقطعوا رأسه وطافوا برأسه إلى أن أوصلوه إلى مسجد رسول الله وعلقوه عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما جسده فقد علق بأرض الكناس في الكوفة منكوسا 4 سنوات، 4 سنوات، نعم، ولا يستطيع أحد أن ينزل هذا الجسد خوفا من هؤلاء، نعم. إذن ظلم زيد، ظلم وقطع رأسه، وله أسوة بجده الإمام الحسين عليه السلام، طيف برأسه أسوة بجده الحسين عليه السلام. لكن أسألك أنا، هل رض جسد زيد كما رض جسد الحسين؟ هل قطعت أعضاء زيد كما قطعت أعضاء الحسين؟ هل وضع رأس زيد بين يدي ذلك الطاغية ونكث بمخصرته تلك الثنايا كما صنع بالإمام الحسين عليه السلام؟ بعد أكثرها ما سمعنا والله أن زيدا أخذت له امرأة وسبيت وأدخلت من مجلس إلى مجلس. هذا اللي جرى على منه، على بنات رسول الله، على أخوات الحسين، على زينب وأخوات زينب. وقفت زينب أمام يزيد في مثل هذه الأيام وخطبت تلك الخطبة التي ربما نتعرض لبعضها، خطبت تلك الخطبة، ولكن ذاك المجلس ما متعود أن تأتيه امرأة وتجلس أو تقف بين يدي الرجال. لذلك كانت زوجة يزيد وهي هند، نعم، هند بنت عبد الله بن كريز، كانت مارة من داخل القصر، يعني مو نفس القاعة اللي بيها زينب وبيها الرجال، لا إنما ما مر هناك، مرت وإذا سمعت خطابا بليغا فصيحا، فالتفتت إلى الجندي قالت له: يا هذا، من هذا المتكلم؟ أنا عمري ما سمعت مثل هذا الكلام إلا ببيت خدمت فيه سنين، يعني بيت أمير المؤمنين، بس هالبلاغة هذه سمعتها هناك، فمن هذا المتكلم؟ قال لها: سيدتي، هذا مو متكلم، مو رجل، هذه امرأة. قالت: قبح الله وجهك، ما الذي تقول؟ امرأة وسط المجلس؟ قال: هكذا أقول لك، هي امرأة. قالت: ومن هي؟ من هذه المرأة اللي إلها هالبلاغة؟ قال: أخشى أن أقول لك اسمها. قالت: قل اسمها، من هي؟ فأصرت عليه. قال: هذه زينب ابنة علي بن أبي طالب
فدفعته يمينا، نعم، وفتحت الباب ودخلت المجلس حاسرة بشعرها ورأسها، وقالت: قبحك الله يا يزيد، أتقول سبايا كفار خوارج، وإذا تضع زينب بنت الإمام أمير المؤمنين في المجلس؟ يا الناس اسألوا للناس، شوفوا هالخطيب مني، صوت ذوب بفادي كنه صوت ابو الحسن، كنه صوت ابو الحسنين ذوب قلبي يخطابه. قالوا هاي مسبية تهين يزيد واصحابه. من هي هذه؟ تقول المصطفى جدهم، هم عترته واحبابه، والراس اللي يضربه يزيد. قالت راس اخوها حسين وحسينا، تقول الراس راس حسين وامه فاطمة الزهرة، وهي اخته تحاكي يزيد لجله وتسكب العبرة. وجات بتدخل المجلس صاحت: يا خوات حسين. قام يزيد بيردها، صاحت بي خلوني. زينب وسطت المجلس وانا بخدر تحموني، يا ليت السبلية وضربكم ورممتوني، وليت الحبل بزنودي ولا تنذل خوات حسين. هذول خوات حسين سادات الجميع، الناس بالمجلس تدخلوهم ويمهم تضربون الراس، والله بالمجلس توقفوهم ويمهم تضربون الراس. وين رجالهم راحوا؟ وين الأكبر وعباس؟ تحضر يا علي وانظر، يا فارس بدر وحنين. نادت أنا منين أبو فاضل أجعد، ورتشب جفوفه فوق زنده، وقل الحرم صارن بشده أحمى الضائعات. بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. اللهم صل على محمد وآل محمد بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. اللهم اشف كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، نفس هم كل مهموم. آمنا في أوطاننا، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. الإخوة الحضور الكرام احفظهم فردا فردا. المؤسسون تقبل أعمالهم، ارحم موتاهم، ولأموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.